الجولف 8 الالمانيه الرياضيه وصلت مصر، بس مش اي جولف، دي الجيل الجديد كليا، والشكل والمواصفات مختلفين تماما. اول فئه نزلت رسميا الجولف 8 لاين بمحرك تي اس اي 1400 تربو بقوه 150 حصان وبعزم 250 نيوتن متر، متوصله بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات من ايزن، وتسارعها من 0 ل 100 في 8.5 ثانيه، وكمان فيها نظام دفع رباعي فور موشن مع تورك فيكتوري، يعني توزيع العزم على كل كاوتش حسب احتياجك في اللحظه دي. فيها فتيسين يا اما مانيوال 6 سرعات لعشاق التحكم، يا اما دي سي تي اوتوماتيك سريع وسلس. الار 8 جايه ب6 وسائد هوائيه، ثبات الكتروني، نظام فرامل، منع انزلاق، مراقبه ضغط كاوتش، كاميرا خلفيه، نظام النقطه العاميه، وحاجات كتير قوي ما تعدش. وفيها كمان هيد اب ديسبلاي والمساعد الصوتي الجديد اللي بيستخدم شات جي بي تي وانظمه ثانيه كتير. جوه العربيه هتلاقي شاشه كبيره 12.9 انش وعدادات ديجيتال 10.2 انش، والتكييف بقى فيه كنترول جديد وسهل، ومع ماي في دبليو تقدر تتابع الصيانه من موبايلك، تفتح وتقفل العربيه وتعرف كمان هي راكنه فين، ولو حد غيرك مشي بيها توصل لك تنبيهات. نزول الجولف 8 الجديده في مصر بيفتح باب اختيارات جديد في السوق، مواصفات اوروبيه وضمان توكيل وتجهيزات ما كانتش بتنزل قبل كده في مصر. قول لنا في الكومنتس ايه اكتر ميزه شدت انتباهك، واستنوا قريب لما تنزل الار لاين ونعمل عنها تغطيه كامله.